جثة تتكلم. قرار صادم باستخراج جثمان سيدة توفيت أثر خطأ طبي يورط طبيباً شهيراً بالشيخ زايد. صدر قرار يهز الوسط الطبي: استخراج جثمان سيدة توفيت أثر خطأ طبي بمستشفى شهير بالشيخ زايد. القرار ده عشان يعملوا الصفة التشريحية للجثة بعد موافقة أسرتها. الحكاية بدأت باستغاثة من بنت اسمها إسراء هيكل بعد وفاة أمها. الأسرة بتتهم طبيب شهير بالإهمال الطبي. الأم كانت مريضة سكر وسقطت وعملت انزلاق غضروفي. الدكتور ده وعد بعملية بسيطة بالميكروسكوب وهتمشي بعدها بساعتين، لكن المفاجأة العملية طولت 4 ساعات والأم حالتها اتدهورت وما بقتش تحرك أطرافها. اكتشفوا جرح 10 سنتي وده مش بتاع ميكروسكوب. الدكتور برر إن طبيب الميكروسكوب اتأخر وعملها هو بالطريقة العادية. الأم حالتها ساءت أكتر والدكتور تهرب من الرد. طبيب تاني كشف إن الغضاريف ما اتشلتش وفي قطع في الأم الجافية، وده اللي عمل لها شبه شلل. الرحلة انتهت بمأساة. الأم اتنقلت مستشفى حكومي وماتت بعد شهر من الجراحة. الأسرة حررت محاضر رسمية والكل مستني نتائج التحقيقات بعد قرار استخراج الجثمان. القضية دي هتفتح ملفات المستشفيات الخاصة والإهمال الطبي اللي حياة الناس بقت لعبة فيه.